قضاة محكمة العدل الأوروبية يصدرون قراراً ثم يغادرون أسرار وراء الأبواب المغلقة في سابقة قضائية أثارت دهشة الجميع. قضاة محكمة العدل الأوروبية أصدروا قراراً بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ثم غادروا مناصبهم وكأن شيئاً ما يطاردهم. ومن هنا تبدأ التساؤلات: لماذا غادر القضاة بعد اتخاذ هذا القرار؟ هل كان هناك شيء ما خلف الكواليس؟ وهل هو فساد، رشوة، أم أن هناك سمكاً أكبر يطبخ في مطابخ القضاء الأوروبي؟ الوزير المغربي ناصر بوريطة لم يتمالك نفسه من التعبير عن استغرابه من هذا السلوك الغريب. القرار يصدر والقضاة يرحلون. في عالمنا المعاصر، عندما يتخذ قاض قراراً مهماً يفترض أن يبقى في منصبه ليشرح ويدافع عن قراره، لكن هؤلاء القضاة غادروا كما لو كانوا يخشون أن ينكشف سرهم. تحت هذا القرار تبرز محاولات متواصلة لاستغلال ملف الصحراء المغربية لأغراض سياسية. كلما اقترب الحل يظهر من يريد إطالة أمد النزاع، وكأنهم يرفضون استقرار المنطقة. وأمام هذه التحركات يظل المغرب في موقف واضح وثابت، متمسكا بحقه التاريخي في الصحراء ومتمتعا بدعم دولي واسع، خاصة من القوى الكبرى التي تدرك أهمية استقرار المنطقة. لكن ما يثير الاستغراب أن هذا القرار يأتي وسط تقارب سياسي واقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فالطرفان يملكان مصلحة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الفلاحة والصيد البحري. فهل كانت المحكمة تسعى لخلق فجوة بين الطرفين، أم أن هناك قوى خفية تحاول زعزعة هذا التعاون المثمر؟